ازيكم يا حبايبي، يا رب دائما تكونوا بخير. كل سنة بقى وانتوا طيبين. وهنعمل بقى يا حبايبي الترمس ده ترمس مسكر يا حبايبي. الترمس المسكر بتنقعيه من قيمة 3 4 ساعات كده، بيبقى حلو معاك وبتبقى الحباية حلوة كده. انما لو انت هتجيبي ترمس المر بيتنقع برضو معاكي، بس بيغيب لما بتسلقيه، بتقعدي تغيري فيه يجي 3 4 ايام. انما ده بتغيريه مثلا ايه في خلال 3 ساعات، وبيبقى جميل خالص. والف هنا وصحة، وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. بعد ما سلقته بقى انا يا حبايبي 5 ساعات ولا 4 ساعات بقى جميل كده. بعد كده هنحطه على النار، بدأ يغلي معانا. هنبدأ بقى نشيل الريم ده يا حبيبتي، ما تسيبهوش، لازم تشيليه عشان ما بيبقاش كويس مع الترمس. وصلوا بقى على النبي يا حبايبي، ولايك حلو كده من ايديكم، واشتراك مع منورة في القناة. ربنا يفرح قلوبكم يا رب، اللهم امين. ربنا يصلح حالكم ويفرح قلوبكم. بعد يا حبايبي ما شلت الريم، كل شويه يا حبيبتي تحطي تقعدي تقلبي فيه عشان يبقى حلو كده معاكي. وبعد كده يا حبايبي بعد ما سبته يبرد، هتغيري الميه 3 4 مرات في خلال 3 ساعات. ماشي يا حبيبتي، يعني مثلا كل ساعه تغيري مره. وبعد كده بعد ما يعمل بعد ما تعمليها تصفيه، وتعرفي ازاي الحباية إن كانت مستوية. لم تشوفيها يا حبيبتي وهو على النار لسه، تجربي الحباية وهو على النار، تكسرها كده تلاقيها اتكسرت كده، مش هيغيب معانا في المحلول بتاعه الملح يا حبايبي. هتاكليه على طول، يعني انا عاملاه النهارده مثلا هاكله بكره ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. هتحطيه بقى في اي وعاء عندك، يا ريت يكون بلاستيك، وهتحطي شطه لو انت حابه، وليمون بقى يا حبيبتي ما شاء الله. وكمان عصرة كمان ليمونتين هحطهم عليه برضك، بيبقى جميل خالص. وهنجيب بقى كوز مية وهنعيره بالملح. هتحطي مثلا الملح على قد الحاجة، يبقى انت دوق الحدق بتاعه هيبقى ازيد من الحدق شوية، يعني هو الحدق المظبوط لا ازيد سنة بسيطة. ماشي يا حبايبي، ولايك بقى حلو كده لأم نورة، واشتراك معايا في القناة يا حبايبي لو عجبكم بقى الطريقة ديت. وربنا يصلح حالكم يا رب، ويفرح قلوبكم يا رب، اللهم امين. احنا وانتوا وجميع المسلمين يا رب، وكل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسلامة، ودائما يا رب بفرح وهنا يا رب، اللهم امين. احنا وانتم وجميع المسلمين. ولو عجبكم بقى الطريقة بتاعة ام نورة، يا ريت تدعموها كده بلايك واشتراك في القناة. ماشي يا حبايبي، واسيبكم بقى يا حبايبي في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.